الباتون ساليه سعر الكيلو بره وصل ل160 جنيه. هنعمله النهارده في البيت بكل سهوله بطريقه سهله جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش اشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان توصلك كل وصفاتي وتقولي ان انت بتشوفينا منين. يلا بينا نخش على الطريقه. عندي معلقه من السكر حوالي 10 جرام، واقل من 10 جرام خميره يعني معلقه كبيره ممسوحه، ومعلقتين كبار من الملح، ومعلقتين من الصلصه حوالي 20 جرام، معلقتين صغيرين من الصلصه، عليهم كوباية من المية، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض تمتزج. كوباية المية تكون دافية كده. بقى جاهزة معايا. هجيب بقى كيلو من الدقيق. تقدري ان انت تقسمي المكونات وتعملي نص المقدار. كيلو من الدقيق هنزل عليه بالخليط اللي احنا عملناه، وهحتاج 150 جرام من الزبدة. 150 جرام يعني حوالي كوباية الا ربع من الزبدة. هاخد القالب ده وهاخد نص قالب كمان تاني معاه. انا شفت ناس كتير عاملاها من غير زبده ومن غير سمنه وبمعلقتين زيت، بس مش زي بتاعت بره. انا جربتها مش زي بتاعت بره خالص، دي اللي زي بتاعت بره بالظبط. استخدمت ال150 جرام من الزبده. هبدا ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعض. وعندي بقى ايه بقيه الميه حوالي 400 ملي كده. هنفضل نزود تدريجي لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا مش عايزاها تلم معايا قوي لان انا هستخدم نص كوبايه من الزيت في الاخر عشان انعمها. اول ما وصلت معايا لكده هبدا ان انا احط الزيت تدريجيا حبه حبه واقلب. اول ما العجينه تشرب الزيت ازود حبه تانيين، وهكذا. تقدري تستخدمي العجان بتاعك لو عندك عجان، بس انا ما برضاش استخدمه علشان ما حدش يستصعب الوصفه ويقول ده لازم عجان او حاجه. كل حاجه تنفع بالايد، فانا بعمل بالايد. هسيبها بقى ترتاح معايا كده 10 دقايق. احنا مش عايزين نخمرها، الباتون سليم مش بيتخمر خالص. 10 دقايق كده ترتاح عشان تقدر انها تتفرد معايا كويس. هنزل بقى العجينة كده على الرخامة مغسولة ونضيفة، وهبدأ ان انا مجهزة الصينية بتاعتي جنبي، وابدأ ان انا اقطع قطع كده وارولها على شكل الباتون سليم. طبعا اول واحدة كده بتبقى تجريبية، ما بتطلعش مظبوطة معاكي، بس عادي مش مشكلة، هي اول واحدة بس وتلاقي ايدك ظبطت في الباقي. بتفردي ببطن ايدك، بطن ايدك بتفرد العجينة كويس. مش بتخليها تتقطع او تخليها حتة كبيرة وحتة صغيرة. طبعا اول واحدة زي ما قلت لك هتطلع معاقة. الباقي كله هيظبط معايا ان شاء الله. بس كده. انا استخدمت صاج طويل كان مقاسه 60 في 40 تقريبا، وبقيت احط عليه العجينة. اول ما بخلص الصاج انا هدخله الفرن على طول. تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، بس ما تسخنهوش الا وانت في نص الصاج كده، علشان ايه؟ ما يفضلش شغال فترة طويلة. وانت في نص الصاج كده ابدأي ان انت شغالي الفرن على درجة حرارة 180. دي برضو الطريقة دي في الفرد برضو كانت بتطلعه مظبوط قوي، ان انت تحطي ايدك عليه كده من على الطرف وتبرمي، بتبرم اسرع. بس خلاص كله بقى طالع مظبوط معايا. شايفة في الصاج بقى كده؟ بترصيه على الصاج بالطول كله. في الاخر بعد ما العجينة بترتاح، لو انت بقى كلهم مش طالعين على طرف الصاج تقدري ترفعي وتشدي، هيترفع ويتشد معاكي. انما لو جيتي تعمليه كده اول ما حطيتيه على الصاج مش هيرضى يتشد معاكي، لان هو لسه معجون ولسه العجينة مش مرتاحة، وهتلاقي فيها مطة شديدة هتقاومك، مش هترضى تطلع على طرف الصاج. فانت تظبطي في الاخر بعد ما تخلصي. عندي بقى بيضة وهحط عليها شوية من الفانيليا وشوية من الحليب، وعندي بقى سمسم وحبة البركة، واستخدمت كمان كمون لو انت عايزاه سادة. اللي انت عايزاه. هدهن بقى ايه 3 4 صوابع كده واحدة واحدة علشان البيض ما يلحقش ينشف عليها، وارش اللي انا عايزة ارش. رشيت الاول حبة البركة، وبعد ما خلصت ال3 صفوف دول بدأت ب3 صفوف تانيين ارش عليهم بالسمسم، وهكذا. ما تدهنيش الصينية كلها مع بعضها علشان البيض هينشف عليها هو والحليب، ومش هيمسك فيها المكونات، وهتضطري ان انت تدهني تاني من اول وجديد.
بس كده. بيخش الفرن ما بيقعدش 15 دقيقة، وبولع عليه الشواية كمان، يعني تولعي الفرن والشواية وعينك عليه قدامه. عايزاه يطلع مقرمش معاكي، خليه يتحمص لحد ما ياخد لون ذهبي غامق، يطلع مقرمش معاكي جدا زي بتاع بره. عايزاه يطلع طري شوية، طلعيه ما يكونش اخد لون شديد زي ما قلتلك. طبعا انا عندي الفئتين في البيت، اللي بيحب المقرمش واللي بيحب الطري. انا عملت شوية كده وشوية كده. بنقص الباتون ساليه وهو في الصاج قبل ما ندخله الفرن. احلى مقاس له اللي هو 14 15 سنتي، بس انا عملته على 20 سنتي فكان طويل معايا، فانا كنت عايزاه كده، ده وهو في الفرن. تقدري طبعا تعمليه، انا قطعته على صفين، يعني عمل لي 3 صفوف. تقدري انت تقطعيه على 4 صفوف، هيفرط معاكي كمية اكبر، وهيبقى الصباع زي ما قلتلك على 15 سنتي. هنا في الفرن بقى، بعد ما هو دخل الفرن زي ما قلتلك، كل ما هتولعي الشوايه وتديله لون هيديكي ايه، قرمشه اكتر. وتعرفي ان هو استوى لما بتهزي الصاج كده، بيطلع معاكي بتلاقيه كله اتهز وطلع من الصاج. دي الكميه الاولى معايا اللي طلعت. عملت زي ما قلتلك الكمون، احلى طعم الصراحه، انا حبيته. وعندي اللي بيحب حبه البركه قوي والسمسم. اسمها القرمشه. شايفه اللون اللي انا بكلمك عليه؟ اللون ده بيطلع مقرمش معاكي جدا. ايوه. عايزاه مش مقرمش، فتحي شويه، ما تولعهوش كتير تحت الشوايه. ده اخر دور بقى، اخر دور في الصينيه. نسيت اقطعه اصلا وانا بدخله. فقطعته هو في الفرن وهو لسه طري، بس كان الحراره شديده بقى فعملته طويل شويه. سهل جدا وجميل ومضمون 100%. لازم تجربيه في البيت وتعملي كل مخبوزاتك ومعجناتك في البيت. الدايره الصغيره دي بقى ابني عملها، يقول لي لا انا لازم انا اعمل معاكي. فعمل له كوره كده وحطها. شلتهم بقى في علبة كده وحفظتهم فيها وقفلت عليها. طبعا بس بعد ما برد خالص، عشان ما يعرقش العلبة ويعرق فيها ويبقى منزل دموع مية. طبعا بيتغطى لان المقرمشات والحاجات دي كلها الهوا بيطريها. وبس خلاص. ما تنسيش تقولولي رأيك في الوصفة.